هيقع في النهايه ولا هيلحق محمود عبد الحكيم؟ يلحقها والله، خطيره جدا لايهاب المصري، يلعب العرضيه والهدف الاول مش ممكن من عرضيه ايهاب المصري، احد استخدامات يناير زي ما قلت لحضراتكم، ورأسيه جميله بعد ما عدت من هيثم محمد لاعب النادي المصري السابق، وتجد على طول راس احمد شرويده. الياسو الاماميه على طول استلام بباص كده، وادي احمد شرويده من احمد شديد قناوي، ويحط على طول مفيش اي مشكله، ايهاب المصري وداخل ايهاب، الهدف الثاني احمد شديد قناوي، الهدف الثاني يريدها احمد شديد قناوي، ثنائيه قبل نهايه احداث الشوط الاول، وعايز يروح للجماهير احمد شديد قناوي. هدف جميل ضرب بيه من النادي المصري، دفاعات احمد شديد هو اللي بداها، وراح بيها شرويده وحط البينيه على طول لايهاب المصري، لو هنشوفها طبعا بالتاكيد في الاعاده مره واثنين وثلاثه. اذا اعزائي المشاهدين الهدف الثاني للنادي المصري عن طريق احمد شديد قناوي، اللي بقول لحضراتكم من اللعيبه اصحاب المستوى الثابت في النادي المصري، والمتالق مع النادي المصري للهدف للموسم الثالث على التوالي. الكوره دي هل فيها شك ولا ايه؟ ايهاب المصري وعلى طول يحط وش رجله احمد شديد قناوي. لو شفناها مع هشام عبد الودود من الزاويه الجانبيه مره ثانيه، هل كان متقدم عن المدافعين ايهاب المصري ولا ايه؟ ادي شديد قناوي طبعا وردة فعله للهدف اللي سجله مع النادي المصري احمد شديد قناوي. هو